محروق دمي وعايزه افضفض بقى. ها، انك انت تشتغل في ريل استيت كده واحد زيي لازم يكون عندك 3 حاجات. اولهم الامانه، ولازم تبقى كده جود لوكينج كده، تصرف على نفسك شويه. تمام. وغير الامانه تكون عندك صبر طويل عريض كبير قد وشك. تمام. وانا ما عنديش اكتر منه، اقسم بالله الصبر يا لهوي. لدرجه انا عندي عميل اسمه ابو زياد بعمل معاه فولو اب من 2023 يعني من كام، من شهر 7، بقالي 6 شهور بعمل فولو اب. تمام. وابو زياد كل 3 دقايق بيتصل بيا بيكلمني على على نص، هيشتري نص دبي، وكل شويه يكلمني. هو اللي بيكلمني، يعني انا ايه، خلاص انا اتخنقت. فكل شويه الاقي ابو زياد: الو ساره، بدي اشتري هذا مال مشروع، مال هذا مشروع، مال هذا، بدي فيلا المنشن، بدي ما. خلاني خلاص بقى الفلوس كده بحسب الكوميشن، لدرجة انا فكرت من دلوقتي هصرف الكوميشن في ايه، على تفاهة. انا فكرت اغير الحنفية اللي في البيت عندي، اللي بتحط ايدك يلا عليها من تحتها كده بتنزلك المية والصابون لوحده. انت متخيل يعني انا حسبت ايه الكوميشن هصرفه في ايه؟ دي اقل حاجة. جيب الحنفية كده اللي بتحط ايدك من تحتيها بتنزل المية لوحدها والصابون لوحده. بعدين ابو زياد غدر بيا غدرة. المهم انا عملت فولو اب لمدة 6 شهور. خلاص يعني بجد هو وترني جدا، وعوده ما بيوفيش 6 شهور. فخلاص بقى اللي هو حل عني بقى، ورحت مسجلة على الموبايل ابو زفت. غلطانة انا. رجعت كده للزمن الجميل. فاكرة لما كنتي تتخانقي مع صاحبك تقومي مسجلاه كده القلب المكسور، تتصالحي معاه تضمي القلب تاني. سجلت ابو زفت. المهم ابو زفت قرر يجي على دبي ويخلص الديل. بس هو كان عمل لي خلاص، عمل لي تراست ايشوز كلهم في بعض. فالراجل جه قال لي هاي سارة انا هنا. طبعا مش مصدقاه. قال لي انا تحت عندك في المكتب. مش مصدقاه. قلت له طيب اطلع بقى، ما هو استهبال باستهبال. طلع الراجل جه ابو زفت قدامي. بعدين ابو زفت شاف الوحده، شرحت له كل حاجه، وبعدين قال لي خلاص انا هاتي لي العقود انا بمضيها. بس انا بتصل على حرمتي تيجي من الاوتيل لانها بدي اسجل العقار باسمها. وابو زفت قرر واحنا قاعدين، قلت له طبعا شور، ده احنا نبعت لها عربيه يا فندم، تجيبها من الاوتيل. ما لحقتش. ابو زفت قال لي خلاص بتصل على الحرمه، وبيتصل اتاري بيتصل بيا. بيبص على الموبايل لقيني مسجلاه ابو زفت. فقال لي ايه ده؟ قلت له ايه ده؟ قال لي مين ابو زفت؟ قعدنا نبص لبعض. يبص لي قال لي انا بتصل بيكي بالغلط، بس مين هو ابو زفت؟ اكيد مش انت، اكيد انت جاي تمضي العقود، اكيد مش انت اي حد ابو زفت الا انت دلوقتي، الا انت. بس لي كده قال لي ليش مسجلاني يا ابو زفت؟ قلت له مش انا الموبايل ده مش بتاعي. قال لي انا عم. قلت له مش انت، اوعى تمشي 6 شهور الحنفية. لا اتصدم صدمة ومشي، عمل لي بلوك. حقه ده اقل حاجة بصراحة. كان ناقص امسك في هدومه وهو نازل. زعلانة جدا على الحنفية اللي ملحقتش احطها. فلوس كتير. دي غلطتي الشعرية دي كده. غلطتي. شايفين الوش ده مش وش فقر، لا، حتى الفقر ما يقبلش على نفسه انه يتسمى بالوش ده. تمام. الحمد لله.